تعال شوف كده السهرة الجميلة بين الأستاذ خالد الغندور ومعاهم عمر الدرديري وكم واحد كده. بصراحة أنا يعني ما بشوفهمش أو ما أعرفهمش، بس أنا يعني شفت الحلقة دي فحبيت كده أنزلها لإخواتي وكل واحد يقول رأيه في التعليقات في كلام الناس دول. أول حاجة كده تعال ناخد موضوع خالد الغندور واللي إحنا عارفينه إنه متلون ب50 ألف وش. اسمع. خايف نجيب لعيبه ب 10 مليون دولار نتعادل مع انتر ميامي ونتغلب الماتشين التانيين ونخرج هنكون خدنا فلوس. لا لو ما كده مش هيدفع 10 مليون دولار. لا دفعنا فلوس. بس هقول لك على الأندية ومن الآخر ما ياخدش مركز هناك، فخايف يبقى خسر ال 10 مليون دولار. الله، ازاي يا كابتن خالد وهو اصلا مجرد مشاركته في كاس العالم للانديه حتى لو ما اخدش مركز، حتى لو ما يكسبش ولا مباراه هياخد 50 مليون دولار؟ يا ترى حضرتك وفريقك هتاخدوا كام؟ طيب هل سالت ان الفريق بتاعك هيجدد لزيزو منين؟ ولا سالته هتجيب صفقات في الشتاء منين؟ لما النادي الاهلي انت خايف وانت بتخاف من ايه؟ انت بس داخل في الموضوع كده عايز تزود الموضوع شويه وعايز تخبط في النادي الاهلي في اي حاجه، سواء كنت انت ولا اللي معاك. تعال بقى نروح شوف الكابتن عمر الدرديري او الاستاذ عمر الدرديري، لان مش عارف هو اصلا اعلامي ازاي، يعني اعلامي بناء على ايه؟ اول مره اشوف اعلامي بالطريقه دي وبالشكل ده، لكن سبحان الله ما جمع الا لما وفى الكتالوج ده كده متجمع بصراحه. نسمع كده. هيكون حصلت المجموعه لا 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 انا بقول لك وانا سمعت انا الكلام مسؤول ده عن كده. المركز الاخير. الاهلي هيكون حصلت المجموعه سواء جاب بغداد بنجاح او جاب اي حد او حمدي فتحي او بس انا هقول لك اخرج بس. حصاله ازاي؟ طيب ده انت لو سالت على موضوع الحصاله ده هتلاقي نادي الزمالك لما ما شاركش اصلا في دوري ابطال افريقيا او ما اخدش دوري ابطال افريقيا من 2002، ولما طلع مرتين للنهائي عيني اخذ على راسه مره من سان داونز والثانيه كان اخذ على عينه برضه من النادي الاهلي في 2020. لحتى لما كمل في الموضوع كان اغلب المرات اللي كان موجود فيها في دوري المجموعات كان بيطلع حصاله المجموعه في دوري ابطال افريقيا. مش عايز اقول لك ان اخر كان موسم كده في الدوري برضه بيطلع حصاله. ده غير انه عايز اقول لك انه عمره ما راح كاس العالم للانديه. فلما تطلع انت وتتكلم على فريق زي النادي الاهلي فالمفروض تديله حق قدره، لكن انت طلع تقول حصاله. انا مش عارف انا سمعت الكلام ده فين، بس عادي دي مش جديده. ما انت عندكم المتحدث الرسمي بتاعكم قال لك النادي الاهلي بيروح كاس العالم كل سنه بس بيرجع منه حصاله. بينسى تمام النادي الاهلي بيروح كاس العالم للانديه اخذ مره ثالث ومره رابع وعمره ما طلع حصاله، بس في الاول والاخر بيرجع بمكاسب ماديه. طيب انت لو رحت كاس العالم هترجع بايه؟ الله اعلم. مش لما تروح الاول بالنسبه طبعا لحاجه مهمه، يعني السهره اللي انتوا عاملينها دي كلها بلا استثناء ليه ما بتتكلمش عن نادي الزمالك؟ اشمعنى النادي الاهلي تحديدا؟ ما هو انت عارف يا اخويا ما حدش هيتابعك خالص. ليه؟ لان عارفينك انت عمرك ما تجيب حاجه على نادي الزمالك. اول حاجه بتجيب مشاكل النادي الاهلي، تتكلم عن النادي الاهلي عشان الريتش بتاع القناه بتاعتك يعني، لكن عشان تجيب النادي الزمالك في حوار وتقول ان الزمالك عنده مشكله في مشكله سيف الدين الجزيري وانه في شكوى مقدمه للفيفا لنادي الزمالك، مش هنتكلم عن الموضوع ده. ايه ما هم قايلين لك كده، قالوا لك ما تجيبش اي حاجه او اي مشكله عن نادي الزمالك، اتكلم عن النادي الاهلي بس. ودي مشكله الاعلام اللي شغال من دول، وعايز اقول لك الحمد من منهجه يعني. طب هل حضرتك اتكلمت عن زيزو وتجديد زيزو؟ بالطبع لا. طب حد اتكلم عن موضوع ان اللعيبه هجمت الجمهور او الجمهور هجم اللعيبه في المباراه الاخيره؟ برضه لا. لان من الاخر كده السهره بتاعتكم دي كلها كده قاعده وكل واحد بياخد السبوبه بتاعته على حساب النادي الاهلي وعايز يعلي الريتش بتاعه. فلما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي ما تجيبش سيره حصاله لان الحصالات انتوا تعرفوها، وانت ما تجيبش سيره الدولار لان من الاخر انتوا ما سددوش اللي عليكم في الفيفا. واحلى مسا عليك يا باشا.